سيدك يا بنت سيدك، عندي بنية عمي تموت وتعشق حاجة اسمها بيتزا. كلمتني في التليفون وقالت لي راني الليلة جاية بحذاك وراني نحب على البيتزا، اما بشرطه راني ما نحباش تكون طيبة في الفور. شوفوا بنية عمي كيفاش اشتهت البيتزا وانا كيفاش حضرتها لها وكيفاش طيبتها لها، وكيما تشوفوا فيها هونيكية العجينة هذه غنية عن التعريف. عملنا 2 كويسات فارينة على باكو أخميرة فورية، وبالطبيعة كيما قلت لكم ونعاود نقولها لكم، العجينة هذه راني نخدم بها جميع المملحات، رشيشة ملح على رشيشة سكر على كويس ماء دافي على كويس حليب دافي، ونخلطوهم ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا مدة 10 دقائق. نرجع لهم بعد المدة اللي يرتاحوا فيها، نعملوا كويس غرباء زيت نباتي ونحطوا 3 كيسان فارينة ونعجنوها ونتبعوها بالكيس الرابع، بما انها الفارينة كل وحده والتكستير نتاعها، فما اللي تشرب وفما اللي ما تشربش. اي سيدي هونيكيا نشدوا هذيك العجينه نتاعنا نحطوها على الرخامه ونبداو نعجنوا فيها على الاقل مده 5 دقائق حتى اللي نتحصلوا على العجينه طريه ومتماسكه. اي سيدي نشدوا هيك العجينه ونبداو نكعبروا فيها بالكعيبيره حتى اللي نتحصلنا على 4 كعيبات، نرشرشوهم بشويه فارينه باش كنحلوها بالقلقال ما تلصقلناش فيه، بما انها العجينه ياسر سبل وطريه. اي سيدي كيما تشوفوا فيها في الفيديو شديت لك هيك الكعبيره الاولى حليتها لك بالقلقال، وبعد شديت لك هذيك البابي الومنيوم، وتنجم تعمل بالبابي كويسون، بما انه انا مش متوفر عندي خدمت باللي متوفر عندي في الدار. اي سيدي حطينا هيك البابي كويسون، وبعد تشد الصحن على حسب الكبر اللي تحب عليه كعيبه البيتزا نتاعك. اي سيدي تحط هيك صحين فوق العجينه وتنحي بالموس الناقص الكل كيما واضح عندكم في الفيديو. ومن بعد يا سيدك يا من سيدك وين باش نحطوا هذيك العجينه وهذيك كعيبة البيتزا ديريكت كيما تشوفوا فيها في الفيديو، ديريكت في المقلة. طبيعة المقلة بعد ما سخناها على الغاز، وقت اللي نجيو نحطوا العجينة متاعنا واحنا نحطوها نار متوسطة، ليه ضعيفة ياسر وليه قوية ياسر، متوسطة. اي سيدي نحينا هذيك البابي كيما قاعدين تشوفوا فيه بشوية باش كعيبة البيتزا تقعد مدورة نظيفة عفيفة ما تتعوجناش لا من اليمين ولا من اليسار. اي سيدي طيبناها من اللوطة وتوي كي نقلبوها، وكيما تشوفوا نحطوا لهذيك الصوص، ومن بعد ما نحطوا الصوص نحطوا الفرماج، وبعد ما حطينا الفرماج حطينا التن، وبعد ما حطينا التن حطينا الزيتون. اي سيدي شوفوا هيك كعيبة البيتزا والله لا نحكي لكم بنتها. اي سيدي تنقل لكم من بعد. بعد ما حطينا هيك الزيتون نغطيو هذيك البيتزا باش يرجع لها نارها، وهيك الفرماج نتاعنا يسرى. وشوفوا لي هيك الزين وهيك كعيبة البيتزا النظافة والعفافة والرطيبة ما فيهاش ولا غلطة، صدقوني والله 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 يا أبن 1000 مرة من اللي نطيبوها الفور. وشوفوا لي هيك كعيبة البيتزا، وشوفوا لي هيك الفرماج السايل على هيك التن على هيك الزيتون والفواحة تفحفح في الدار كاملة. باش نحكي لكم وايش باش نقول لكم، بنية عمي جيت والله حتى من ريحتها شمتها من باب الدار. اي سيدي شوفوا هيك القوام يا ولدي باش نحكي لكم وايش باش نقول لكم، بنا يا ولدي جربوها ايوا عليا كان بالخير. اي سيدك يا بنت سيدك بنية عمي جيت اكليت وتبننت، وبالطبيعه كيما تشوفوا كل واحد حطيت له البيتزا نتاعو في صحينه، لا هيك يقول لك كليت ياسر ولا هيك يقول لك كليت شويه ولا هيك يقول لك كلالي باي ولا هيك كلالي باي. اي سيدي كل واحد الباي نتاعو، وانا ماسكه مخي ومرتاحه في عقلي. وشوفوا لي هيك القوام وشوفوا لي هيك الزين وهيك التراوه بن عالميه يا ولدي تاكل صويبعتك وراها. اي سيدي هذايا الفيديو كادو من عندي انا للجماعه اللي ما عندهمش فور يطيبوها على المقلة ويتفكروني، وحتى جماعة اللي عندهم فور يا ولدي طيبها البيتزا في المقلة ورجع لي خبير والله يا العادة طيبها في الفور. اي سيدي كما تشوفوا هذيك التكستير نتاعها من اللوطة طايب في حقه بالباهي. وهوني كيا توي كيا النجم نقولكم اللي نهاري وفاء وشهية طيبة وباي يا حلوين.